ها 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 هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وحبا للشعب المغربي وأسود الأطلس. اضحك يا بقي. يا شعب المغرب الشقيق، مو حيرتدي تيشيرت أسود الأطلس، وبطلب منكم كلكم اللايف ده مباشر يوصل 100,000 لايك، تعملوا لي لايك بمناخيركم وشير في كل حتة تعرفوها في المغرب. البرازيل، اسمعوا، البرازيل في الطريق إلى المغرب في ملعب طنجة. اضحك يا بقي. ايه يا عم محاهدة، انا قلت لازم اللايف ده يكون مباشر وبتشيرت المغرب فخر كل العرب. يا عم موحد، البرازيل الناس اللي بتروح لها، لكن المغرب الناس اللي بتروح لها. اضحك يا بقي. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده، البرازيل في الطريق الى المغرب عشان هتواجه المنتخب المغربي اسود الاطلس. مش كده وبس، انا عايز بقى كل الناس اللي قالت لك المغرب خلصت كاس العالم وفخر العرب وخلاص، عايز اقول لكم المغرب هتعود من جديد. لا يا جماعه، انا لسه في انتظار تجمعات حضراتكم. اول لما عملنا اللايف 1000، لا عايزين 2003 و4. الشعب المغربي اهل موحى فين اللي بيتباهى وبيفتخر بيكم في العالم كله؟ لازم كل الناس يوصل لها الكلام دوت. البرازيل هتتحرك عشان رايحة المغرب. المغرب مش هتروح للبرازيل زي كل الناس اللي بتروح للبرازيل. هنشوف مباراة عظيمة تليق بمنتخبات كبار. قلت لكم ما صدقتونيش، قلت لكم ان معاملة المغرب معاملة ابطال، معاملة منتخبات كبيرة عالمية زي البرازيل، زي الارجنتين، المانيا، ايطاليا. ما حد صدقني يا كابتن وليد الركراكي. كفاية انجازات بقى. انا بس عايز اوضح للناس اللي بتشكك في المغرب، عايز اقول لهم اللايف ده هيوصل وبقوة، لكن اصبروا علشان الكلام ده هيوجع ناس كتير. المغرب هتقابل البرازيل وهتقابل الفريق المنتخب بايرو في اسبانيا، مدريد كمان. المنتخبين الكبار دول ماتش في المغرب والبرازيل وهوب على مدريد يا باشا. كل ده ليه؟ استعدادا لبطولة كوب امريكا، تاني اقوى بطولة في العالم. ايه الفخر اللي انتوا فيه ده؟ ايه الجمال ده؟ شفتوا وعرفتوا قد ايه المغرب ومنتخب المغرب عظماء، تصنيفهم بقى كبير. عرفتوا قد ايه المغرب بتتغنى وبقت فخر لينا. صدقتوني لما قلت لكم ان كل اللي بيروح المغرب مش عايز يمشي؟ وصل لهم اللايف دوت يا شعب المغرب. كل اللي موجود شير في كل حته تعرفوها. بالدليل القاطع، انفانتينو رئيس الاتحاد الكرة الدولي اللي راح المغرب في كاس العالم للأندية، كل يوم لعب في المغرب كورة، كل يوم في الملاعب. نمنا صحينا البرازيل والفريق الأول بيلم هدومه ورايح على المغرب، رايح يشوف الإنجازات والملاعب، رايح يشوف الدولة العظيمة اللي في بعض من الناس بتحاول تقلل منها. لكن أنا أقسم بالله ما في أي قوة هتقدر تبعدنا عن الشعب المغربي الشقيق. افرحوا، افتخروا ببلدكم. عرفتوا ليه بنزيما اللي ما لعبش في كاس العالم مع فرنسا
راح لعب مع الريال عشان في المغرب، عشان اتكرم من الملك المغربي الملك محمد السادس، عشان اتكرم من الجمهور، عشان حبه للمغرب وعشان حبه للأبطال. هو انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين موحى بيلبس تيشيرت المغرب عشان هو في المغرب او انا صحفي مغربي؟ عشان حبي للشعب المغربي الشقيق. عملوا كل حاجة يا جماعة. والله العظيم انا فخور بالشعب ده والانجازات دي. بعد كاس العالم واول منتخب عربي يوصل ويصعد المجموعة يبقى المركز الاول، وبعد كده نصف نهائي كاس العالم، هوب كوب امريكا تاني اقوى بطولة في العالم. ايه تاني عايزين المغرب يعملوا؟ بيلعب البرازيل، والبرازيل اللي بتجيله والفريق الاول. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني عشان تآمن وتعرف ان موحى مش بيطبل، وتعرف ان موحى بيحب كل العرب بكل حيادية وبأمانة؟ عرفتوا قد ايه الخبر ده؟ في ناس كتير مش عايزة تسمعه ومش عايزة تعرفه. اعملوا بطولات، استضيفوا بطولات، بس مش هتبقوا زي المغرب. اتعلموا من المغرب ازاي تبقى اسمك كبير، اسمك يتحط قدام البرازيل والارجنتين والكل يخاف منك والكل يحترمك. يا كابتن وليد الإكراكي تالت افضل مدرب في العالم. ياسين بونو من ضمن احسن حراس العالم. اشرف حكيمي، حكيم زياش. يا جماعه يا جماعه افهموا وفوقوا الفخر اللي احنا بقينا فيه. يا شعب المغرب الشقيق، ربنا اللي يعلم انا بتهاجم من اجلكم، وبتهاجم علشان كلامي بكل حياديه عنكم. عشان كده انا بطلب من حضراتكم كل اللي موجود في اللايف يعمل لي لايكات، علشان الناس تعرف ان موحى معاه قوه ودعم وشير في كل حته تعرفوها. خلوا اللايف ينطلق، خلوا اللايف يتفتح في كل حته عشان الكل يسمع النجاح، عشان الكل يعرف المغرب فين واحنا بقينا فين. رسميا المغرب هتقابل البرازيل ومنتخب بيرو في مدريد 25 مارس 28 تحت شعار أسود الأطلس فخر كل العرب، استعدادا لبطولة كوب أمريكا. مفيش هزار عند المغرب. استضافة كأس العالم للأندية من أعظم الاستضافات لبطولات كبيرة، من أحسن الملاعب، من أحسن الاستقبالات. كل اللي عايز يروح المغرب مش عايز يمشي. ومش كده وبس، البرازيل في الطريق، وبكرة الأرجنتين هتبقى في الطريق. خلاص المغاربة ما بقوش، أنا آسف مش عايز أقول ما بقوش عرب، العرب إحنا نتشرف بيهم، بس بقت دولة أوروبية عالمية تتقارن وتتفوق بأي حد أنت ممكن تسمعه في الرياضة أو غير الرياضة. عرفتوا ليه موحى ما بقاش يتيم؟ وإن موحى لما بيقول أهل المغرب ونعم الأهل عشان الكلام اللي أنا بقوله دوت. أنا متأكد إن كل المغاربة اللي موجودين في اللايف اللي بيحبوني بجد اللايف ده هيشيروه لكل بيتجاتهم وصفحاتهم، وكل حد محترم عارف قيمة التيشيرت ده، عارف قيمة أسود الأطلس الحقيقيين. فرحان ومبسوط لإنجازاتكم، وفرحان للحاجات اللي بتعملوها محدش بيعرف يعملها. أنتم رجال الدين، أنتم اللي عندكم إكرام الوالدين، أنتم اللي عندكم الله، الوطن، الملك. شكرا لفخرنا وشكرا لكل حاجة حلوة بتعملوها معانا. وصدقوني مفيش أي قوة هتقدر تبعدني عن حبي للشعب المغربي الشقيق. البرازيل في طريقها للمغرب، اضحك يا بقي. قولوا لهم وسمعوهم
عشان اللي شاف يقول اللي ما شافش، واللي سمع يقول اللي ما سمعش. يا وليد يا ركراكي امتعنا، وادي البرازيل 2 3 4 خليهم يفوقوا. اضحك يا بقي. مستني دعمكم الكبير. موحى المصري المحب لكل العرب. سلام عليكم.